بسم الله والصلاة على رسول الله. مرحبا بالجميع. الوصفة تاع نهار اليوم هي محبوبة الجزائريين ونديروها في بالعديد من المناسبات كما المولد النبوي الشريف ولا كيزيد المزيود عندنا. هذه ثاني وصفة في القناة، الأولى درتها قبل 6 سنوات، لكن تاع نهار اليوم مختلفة في الطريقة على الأولى. وبصراحة أنا حسيت هذه ما أقرب للطمينة العادية من الأولى. تقدروا تلقوها في القناة. نروحوا طول المقادير سهلة. عندنا فنجان تاع فول سوداني أو كاوكاو مرحي، وما يكونش مرحي رقيق جدا، متوسط. فنجال أو نفس المكيال من طحين اللوز. عندنا نفس المكيال من طحينة السمسم، وتقريبا نفس المكيال أو ناقص شوية من الزبدة الحيوانية الطبيعية أكيد. والمكون الجديد اللي درته ذي الخطرة اللي هو العسل الكيتوني. أنا اخترت هذا الماركة، هي متوفرة في الأسواق الجزائرية. المرة السابقة درت ببذور الكتان، لكن نظن أن هذه تكون أحسن. نروح مباشرة للطريقة. أنني ندير طحين الكاوكاو مع طحين اللوز ونحمصهم فوق نار هادية جدا حتى اللون تاعهم يصبح ذهبي. وفي إناء واحد آخر نذوب الزبدة، نحطها هي الأولى، نزيد معها المكون الثاني اللي هو طحينة السمسم. أنا هنا كانت طحينة السمسم متكتلة شوية، حاولت أني نحلها زين. وتقدروا أنكم تستعملوا الهاند بلندر في هذه المرحلة باه ترحوا مليح الخليط. أنا استعملت مجرد المضرب اليدوي. وفي هذه المرحلة نضيف 2 ملاعق من العسل الكيتوني. وأكيد في المرحلة الجاية راني راح نضيف ملعقة واحدة أخرى، لأن هنا الحلاوة تعتمد على الذوق. هنا نذوق، وإذا حسيتوا بلي الحلاوة مناسبة ما تزيدوش. أنا حسيتها ناقصة حلاوة شوي زادت. وأكيد منش راح ننسى قليل من الملح، قليل جدا من الملح باه يعزز لي الطعم تاع السكر. ونخلط أكيد. وهناك ملاحظة، مجرد ما يتحمر الكاوكاو مع اللوز نضيفه مباشرة هو سخون. السر في هذا المرحلة بالذات لازم نضيفوه وهو سخون، نخلطه مع الخليط هنا باه يمتص لنا دقيق اللوز ودقيق الفول السوداني أو الكاوكاو، يمتص الزبدة والطحينة السمسم. لاحظوا معايا هنا الوصفة انتهت. راح نقدموها وهي سخونة في طبق التقديم هذا. وأكيد بالنسبة للتزيين راح يقعد اختياري. هنا كشيء تقليدي دايما احنا كجزائريين نزينو بالقرفة، لأنها راح تعطي مذاق مميز للطمينة. لاحظوا كيفاه أنا درت القرفة، والتزيين الباقي اختياري، كل إنسان والذوق تاعو. إن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أنكم تطبقوها في المولد النبوي القادم هذا، ومتأكدة أنا بلي راح تعجبكم. ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.